حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب الصف الثاني الثانوي كله يا جماعه معايا هنا الشعبه العلميه فقط، باشمهندسين واطباء المستقبل. يا رب ان شاء الله كده امتحاناتكم تعدي على خير، واقابلكم السنه الجايه ان شاء الله الناس اللي هي علم رياضه والناس اللي هتخش علم علوم. بالتوفيق ليكم واتمنى لكم كل خير والنجاح والتوفيق. جينا مع النهايه في البحثه واخر فرع حساب المثلثات، ويلا بينا نصلي على النبي ونبدا مع بعض باول سؤال النهارده ونشوف بيقول ايه. السؤال الاول بيقول لي، ركز معايا بقى بالراحه واحده واحده. السؤال بيقول لي من نقطه على سطح الارض رصد الرجل زاويه ارتفاع قمه مبنى فوجدت يعني زاويه الارتفاع بتاع المبنى دوت تمام كده. فان قياس زاويه انخفاض موضع الرجل في نفس اللحظه. زاويه الارتفاع هي كده زاويه الانخفاض، تمام كده. زاويه الارتفاع هي كده زاويه الانخفاض عشان حرف زد. فلو زاويه الارتفاع يبقى زاويه الانخفاض برضه يا شباب مفيش اي مشكله. سؤال عبيط قوي 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 وبنسخن بيه كده. طيب بيقول لي من قمه منزل قيست زاويه انخفاض سياره فوجدت ان قياسها 32. طيب انا اي سؤال هيجي لي عن زوايا ارتفاع وانخفاض لازم أنا اعمل له مثلث قائم الزاويه اللي هو ا ب ج. طيب انا واقف على قمه المنزل، زاويه انخفاض يبقى لازم أنا اعمل له زاويه انخفاض. زاويه انخفاض ب 32 درجه مفيش اي مشكله، يبقى برضه زاويه الارتفاع 32 درجه مفيش اي مشكله. اذا كانت السياره على بعد 50 متر من قاعده المنزل، السياره هنا على بعد 50 متر من قاعده المنزل، فان ارتفاع المنزل ده الارتفاع مفيش اي مشكله. فاكر في سنه اولى ثانوي وبرضه في ثانيه ثانوي كنا بنقول ايه؟ انا عايز ظا الزاويه، ممكن اقول له ان ظا ج. ليه قلت ظا يا مستر؟ لان انا عايز المقابل بتاع ظا وهنا موجود عندي المجاور، فهاخد ظا ج. ظا ج بتساوي على المقابل على المجاور اللي هو ا ب على ب ج. مفيش اي مشكله، مش هعوض. يلا ظا ج اللي هي ظا 32 بتساوي ا ب، عندي مجهول طبعا، على ب ج بكام؟ ب 50. هعمل وسطين في ايه يا شباب؟ في طرفين، يعني ا ب بتساوي ده في ده 50 في ظا 32. تمام كده؟ طيب تعال نشوف السؤال بتاعنا طلع بكام؟ ب 31. السؤال بتاعنا طلع بكام؟ ب 31 تقريبا مفيش اي مشكله. طيب موجود عندي موجود الاجابه رقم ا. تعال نشوف اللي بعده براحه واحده واحده. بيقول لي ايه؟ الله، السؤال ده جميل قوي قوي قوي، وقلناه في الشرح كان جميل جدا جدا جدا، ولكن برضه عايزك تفوق معايا كده عشان خاطر السؤال ده مهم جدا. بيقول لي ايه معايا؟ بيقول لي في الشكل المقابل تحركت سفينه من النقطه ا في اتجاه 60 ماشي غرب الجنوب بسرعه 10 كيلو متر في الساعه او كل ساعه. طيب دي السرعه، تمام كده؟ ماشي. وفي نفس اللحظه تحركت سفينه اخرى من ا لمكان اتجاه اخر، ممكن اقول دي من ا لب ودي من ا لج، مفيش اي مشكله. في اتجاه 40 شرق شمال الغرب، مفيش اي مشكله، يبقى شمال الغرب 40. طيب دي 60 يبقى دي كام يا شباب؟ 30 مفيش اي مشكله. وبيقول لي بسرعه 5 كيلو متر في الساعه. فإن البعد بين السفينتين بعد 3 ساعات. طيب أول حاجة عندي هجيبها معايا المسافة. المسافة كانت بتساوي إيه يا شباب؟ بالراحة كده، المسافة بتاعتي كانت بتساوي إيه؟ طيب بالراحة، المسافة كانت بتساوي، ركز عشان السؤال ده مهم جدا 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 جدا، السرعة في الزمن يعني ع في ن. طبعا هجيب المسافة الأولانية وليكن مثلا أخليها ا ب أو ا ج، ا ج، والمسافة الثانية اللي هي ا ب، مفيش أي مشكلة. طيب هي الأولانية اللي هي ا ج دي كانت بكام؟ 5 كيلو متر. 5 كيلو متر في الزمن اللي هو كان كام؟ 3 ساعات تقريبا، يعني ب 15 مفيش اي مشكله. يبقى دي قلنا عليها ب 15. نشوف اللي بعدها. الثانيه كان بيقول لي ب 10 كيلو متر، يعني 10 كيلو متر في 3 بتساوي 30 مفيش اي مشكله. دي بكام؟ ب 30. انا عايز البعد ما بين السفينتين، ده مش مثلث قائم الزاويه، امال اجيبه ازاي؟ فاكر قاعده جيب التمام؟ فاكر قاعده جيب التمام؟ كانت بتقول لي قاعده جيب التمام انا عايز الضلع اللي هو ب. ماشي، هقول له ب ج الكل تربيع بتساوي، ركز معايا، ا ج الكل تربيع، ا ج الكل تربيع. ركز بالله عليك عشان السؤال ده مهم جدا. ا ج كل تربيع زائد ا ب كل تربيع ناقص 2 ا ب ا ج جتا الزاويه بتاعتي. خلي بالك من بقيه القانون. تعال نعمله يلا براحه واحده واحده. هي دي ايه؟ هقول 15 الكل تربيع زائد 30 الكل تربيع ناقص 2 في 15 في 30 في جتا الزاويه. الزاويه اللي ما بينهم كام يا شباب؟ مع بعض كده 70. الزاويه اللي ما بينهم كام؟ 70. اضرب في بعض طبعا في الخلاط هتطلع معايا الاجابه براحه واحده واحده ب 29. مفيش اي مشكله تقريبا. ما عندي 29 عندي الاجابه رقم ب.
سؤال مهم ومحترم، عايزك تاخده سكرين. تعال نشوف السؤال اللي بعده يا باشوات. بيقول لي ايه السؤال اللي بعده؟ ماشي، سؤال رقم 4. بيقول لي كلما ابتعد رجل عن قاعده برج، ده البرج بتاعي اهو وانا عمال ابتعد، تمام كده؟ ماشي. فان قياس زاويه ارتفاع قمه البرج، انا ببعد، بص بص بص، انا البرج قدامي اهو، فباصص على قمه البرج من فوق، ببعد راسي بتقل، ببعد راسي بتقل، ببعد راسي بتقل، يعني بتتناقص، مفيش اي مشكله. طب لو انا واقف هنا اهو وقاعده البرج هناك اهي، تمام، وقاعده البرج هناك اهي، كل ما اقدم كل ما برفع لفوق، كل ما بقدم كل ما برفع لفوق، يعني بتعمل ايه؟ بتزداد زاويه الارتفاع، بتزداد. يبقى لما ابعد زاويه الارتفاع عندي بتتناقص، ولما اقدم زاويه الارتفاع بتزداد. سؤال مهم جدا جدا جدا. في اي مشكله؟ طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه بالراحه واحده واحده. تعال نشوف سؤال رقم 5. بيقول لي في الشكل المقابل ا د، ماشي، ده عندك برج اهو، مفيش اي مشكله، قياس زاويه ج ب 40، وعندك دي ب 90 درجه، ده الج ب 68، ارتفاع البرج انا عايز الارتفاع ده. طيب مفيش اي مشكله، بالراحه بس يا مستر، دي 90 ودي 40، يبقى قياس زاويه ا كلها بكام يا شباب؟ ب 50. يعني دي ب 25 ودي ب 25 عشان الاثنين بيساووا بعض. في اي مشكله؟ طيب خليك في المثلث اللي فيه الضلع المعلوم، اللي فيه الضلع الايه؟ المعلوم. طيب هات لي الضلع المعلوم، الضلع المعلوم اللي هو بكام؟ 68 على جا المقابل بتاعه اللي هي جا 25 بتساوي الضلع، ركز اللي انت عايزه اللي هو ا د، خليني في المثلث اللي بره الاول اللي هو ا د يا مستر، ماشي، ا د على الزاويه المقابله اللي هي ا د المقابل جا 40. يبقى لو عايز اجيب مثلا ا د هقول بيساوي ايه؟ ركز معايا بقى، وسطين في طرفين يا باشا، يعني 68 في جا 40 على جا 25 هتساوي معايا كام تقريبا؟ تعالى نطلعها مع بعض كده براحه واحده واحده. طلع معايا ا د ب 103.4 متر، 103.4 متر. طبعا الناس عارفين ان انا ما بستخدمش آلة حاسبه كتير عشان الوقت بس وسرعه الفيديو، انت تستخدمها براحتك. في اي مشكله؟ طيب طلعت ده ب 103 وشويه، مفيش اي مشكله. الزاويه دي بكام يا باشا؟ 90، والزاويه دي بكام؟ ب 25. 90 و25 يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 65. مفيش اي مشكله يا مستر. طيب نفس الكلام اللي احنا عملناه هنطبقه على القاعده دي. هات لي الضلع المعلوم بتاعك، الضلع المعلوم اللي هو ايه؟ ا د كان بكام؟ اللي هو 103.4 على جا الزاويه المقابله اللي هي جا 90 بتساوي، انت عايز الارتفاع بقى، ركز معايا، الارتفاع اهو، يبقى على جا الزاويه دي الارتفاع اللي هو ايه يا شباب؟ ا ب على جا الزاويه بتاعتها اللي هي جا 65، يبقى ا ب بتساوي، هعمل برضه وسطين في طرفين تحت جا 90، يبقى فوق الاثنين دول في بعض 103.4 في جا 65. طبعا هتعملها على حاسبه برضه، هتطلع معاك الارتفاع تقريبا 94 تقريبا. موجوده ما شاء الله، 100 100 تمام كده. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده براحه واحده واحده. طبعا حساب المثلثات مش طويل، عاملين لك حوالي 35 سؤال او ازيد، حاجات بسيطه ولكن مهم جدا جدا جدا. بيقول اذا كان جتا ا بتساوي نص فان جتا 2 ا. طيب المتطابقات يا شباب، جتا 2 ا كانت بتساوي ايه؟ جتا 2 ا ركز معايا بالله عليك، 2 جتا تربيع ا ناقص 1. 2 جتا تربيع ا ناقص كام؟ 1. تعال نطبق بسرعه يلا. ها 2 في جتا تربيع ا اللي هي جتا 2 جتا ا بكام؟ بنص، يعني نص كل تربيع ناقص 1، يبقى 2 في نص تربيع ناقص 1. نشوف معانا طلعت بكام؟ بسالب نص. طلعت معايا بكام يا شباب؟ بسالب نص. مفيش اي مشكله، ماشي يا عم انو، سالب نص موجوده، سالب نص، سالب نص يعني سالب 5/10، هي يا شباب. في اي مشكله؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. المتطابقات خلي بالك منها. إذا كان 4 ز أ ناقص 3 بتساوي 0 زاوية حادة، فإن 25 جتا 2 ا. أودي بعكس الإشارة، يعني 4 ز أ بتساوي 3، هقسم على الأربعة على الأربعة، يبقى ز أ بتساوي 3 على الأربعة. طيب ما تجيب لي جاي يا عم أنور كده بالراحة واحدة واحدة، ما تجيب لي جاي، حاضر أجيب لك الجاي يا عم أنور. الجاي بتاعها بتساوي إيه؟ والجتا بتاعتها بتساوي إيه؟ زيد النبي كمان صلاة بالراحة واحدة واحدة. هي الظا بتساوي المقابل على المجاور، ده المثلث اللي هو 3 4، يبقى الوتر بكام؟ ب5، يعني الجا بتساوي المقابل اللي هي 3 على 5، وجتا بتساوي 4 على 5. مفيش أي مشكلة. وأنت كنت عايز إيه؟ 25 جتا 2 ا، يعني ركز معايا،
هي جتا 2 الف بكام؟ يعني 25 في جتا 2 الف اللي هي ايه؟ لسه قايلينها حالا 2 جتا تربيع الف ناقص 1. يلا يا باشا طبق قانونك. 25 في 2 في جتا بكام الف؟ ب 4 على 5، يبقى 4 على 5 الكل تربيع ناقص 1. في اي مشكله؟ صعبه؟ طيب تعال نشوف طلعت بكام معايا. طلعت معايا ب7. طلعت معايا بكام يا شباب؟ ب7. مفيش اي مشكله. سؤال سهل جدا. موجوده؟ موجوده. لازم انا اكون مراجع على قوانيني يا شباب عشان الدنيا معايا تظبط وتمشي. بيقول لي 8 اذا كان ظ س بتساوي تلت فان ظ س زائد 45. ظ انا ما عنديش ليها قانون، ولكن انا ممكن اشتغل على الظ. هي الظ مجموع زاويتين ز زائد 45 كانت بتساوي ايه؟ ركز معايا، شرط الكسر طويله على طول. يبقى ظ س زائد ظ 45 على دي موجب يبقى 1 ناقص ظ س في ظ 45. اجمع فوق اضرب تحت وحط تحت عكس الايه؟ الاشاره. موجب يبقى موجب يبقى دي ايه؟ سالب. تعال نطبق قانوننا على طول. يلا ظ س بكام؟ هو مديني ظ س بتلت زائد ظ 45 بكام؟ بواحد. ظ 45 بواحد على 1 ناقص ظ س بكام؟ بتلت في ظ 45 بكام؟ بواحد. طبعا كله في الخلاط على الاله الحاسبه هيطلع معايا الناتج ب2. يا مستر ده الظ صح؟ انا عايز الظ س زائد 45 مقلوب الاتنين كام يا باشا؟ نص. مفيش اي مشكله. صعبه؟ صعبه؟ طيب تعال نشوف اللي بعد براحه واحده واحده. بيقول لي اذا كان جا 35 زائد جتا 65 بتساوي جتا س. دي هنعملها بالاله الحاسبه على طول. هقول جا 35 زائد جتا 65 اللي هي ساين 35 زائد كوزين 65 هتطلع معايا ب5 درجات. مفيش اي مشكله. دي بالاله الحاسبه. في اي مشكله؟ طيب ركز معايا بالله عليك عشان السؤال ده مهم جدا. السؤال اللي بعده السؤال رقم 10 بيقول لي 1 زائد 2 جتا س ظ س. زيد النبي كمان صلى. فك لي دي. هقول 1 زائد هي جتا 2 س اللي هي لسه قايلين عليها دلوقتي 2 جتا 2 س قلنا دي ثالث مره 2 جتا تربيع س ناقص 1 مضروبه في ظ ايه؟ س. طيب بالراحه. الواحد هيطير مع السالب 1 هيتفضل هنا ايه؟ 2 جتا تربيع س في ظ س. ظ س دي اللي هي ايه يا شباب؟ حاضر 2 جتا تربيع س في ظ اللي هي ايه؟ الجا على الجتا. ظ اللي هي ايه؟ الجا على الجتا. يعني جا س على جتا س. طبعا الجتا هتطير مع الجتا هيتفضل هنا كام يا شباب؟ هنا هيتفضل جتا واحده وهنا هيتفضل 2 يبقى 2 جتا س جا س اللي هي جا س جتا س. نقول تاني براحه واحده واحده بالله عليك عشان السؤال ده مهم جدا. 2 جا س جتا س اللي هي ايه يا شباب؟ جا 2 س. صعبه؟ طيب تعال نشوف مع بعض ونشوف السؤال اللي بعده براحه وكل سهوله كده عشان السؤال اللي بعده مهم جدا برضه. تاني طيرت الجتا مع الجتا مفيش اي مشكله. لما استفضل هنا جتا س وجا س بقول جا في الاول يعني 2 جا س جتا س اللي هي جا 2 س. في اي مشكله؟ نشوف السؤال رقم 11 بيقول ايه؟ بيقول لي جتا س زائد باي على 3 زائد جا جا اللي هي الجتا. مفيش اي مشكله. صعبه؟ ماشي. اللي هي جتا ايه؟ س ناقص ركز س زائد باي على 3. مفيش اي مشكله. واحده واحده يا مستر بالراحه عشان السؤال ده مهم جدا ومحترم. تعالى امشي معايا واحده واحده كده وبالراحه واحده واحده. طيب انا سالب س يعني س ناقص س وسالب في الموجب بسالب باي على 3 صح كده؟ الموجب س هيروح مع السالب س هتبقى اتفضل جتا سالب باي على 3. في اي مشكله؟ هعملها على حاسبه اللي هي باي على 3 طبعا اللي هي 180 على 3 هتطلع معايا بكام يا شباب؟ بنص. هتطلع معايا بكام؟ بنص. مفيش اي مشكله يا مستر. تعال نشوف اللي بعده براحه واحده واحده. بيقول لي اذا كان جا ا بتساوي سالب 3 على 5 فان جتا 2 ا. يا مستر جتا 2 ا انت لسه قايلها لي دي 5 مره اللي هي 2 جتا تربيع. لا ليه؟ ما انا ما عنديش جتا يا ابني. انا ما عنديش جتا. تاني انا ما عنديش جتا. انا ما عنديش ايه؟ جتا. امال هستخدم ايه؟ هستخدم القانون التاني اللي هو 1 ناقص ركز اللي هي جتا 2 ا بتساوي 1 ناقص ركز 2 جا تربيع ا. ده قانون تاني عشان انا عندي جا بس. يلا بينا نطبق 1 ناقص 2 في جا تربيع اللي هي سالب 3 على 5
تربيع اللي هي 9 على 25 هتطلع معايا بكام يا شباب؟ ب7 على 25. ب7 على كام؟ على 25. مفيش مشكله، يبقى 7 على 25 موجوده بالموجب. تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 13 بيقول لي اذا كان ظ س ظ ص بتساوي 4 وعندي ظ س وظ ص بتساوي 2 على 3، فان ظ س زائد ص. طيب ما تظبط لي دي كده. ماشي، هي الظا دي اللي هي ايه يا شباب؟ 1 على ظا. الظا اللي هي ايه؟ يعني ممكن اقول 1 على ظا س زائد 1 على ظا ص بتساوي 2 على 3. في اي مشكله؟ وحد المقامات. حاضر يا مستر. يبقى ظا س، ركز، ظا ص، وسطين في طرفين يا بالله يا باشا. ها، يبقى ظا س في زائد ظا ص بتساوي 2 على 3. في اي مشكله يا حبايبي؟ صعبه؟ طيب بعد كده يا مستر هي ظا س زائد ظا ص بتساوي كام يا شباب؟ 4. البسط ده كله بيساوي كام هنا اهو؟ 4. يعني ممكن اقول لي 4 على ظا س ظا ص بيساوي 2 على 3. مفيش اي مشكله، على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الاثنين. ممكن اعمل وسطين في طرفين، ظا س في ظا ص يبقى ظا س ظا ص بيساوي 2 في 3 بكام؟ ب6. فاكر ظا س زائد ص؟ فاكرها. كنت بتعملها ازاي؟ يلا موجب فوق، يبقى ظا س زائد ظا ص على 1 ناقص ظا س ظا ص بتساوي، ركز معايا، ظا س زائد ظا ص لما بجمعهم مع بعض مجموعهم كان بيساوي كام؟ 4 على 1 ناقص، هم دول مضروبين في بعض كانوا بكام؟ ب6. وحياة ربنا خلاص. في مشكلة؟ طيب تطلع معايا بكام؟ 4 على 1 ناقص 6 اللي يطلع معايا بسالب 4 على 5. سالب 4 على 5، ما هي 4 على سالب 5 اللي هي سالب 4 على 5. سالب 4 على 5. في أي مشكلة؟ والله سؤال جميل جدا جدا جدا. يلا بينا نخش على اللي بعده. سؤال رقم 14 بيقول لي جت 4 س ناقص ج 4 ص. ماشي، فك دي يا عم. حاضر يا مستر، مفيش أي مشكلة. جاتا 2 س، ها، وجاتا، ركز استنى، هنفكها، نفتح قوسين كبار، مفيش أي مشكلة. يلا القصة 4 دي خليها 2 في 2، يعني جاتا 2 س، ها، جا 2 س، وهنا جاتا 2 جاتا تربيع قصدي س، وهنا جا تربيع ص س قصدي. مفيش اي مشكله، واحد سالب وواحد موجب. ماشي، هو الموجب ده جاتا تربيع زائد الجاتا تربيع بتساوي كام؟ 1. ماشي، مضروب فيه الجاتا تربيع س ناقص الجاتا تربيع ص. فاكرين بتقول ايه تاني؟ انا عملت ايه؟ الناس اللي مش معايا تركز معايا بالله عليك. انا قلت ايه؟ جاتا تربيع زي الجاتا تربيع بيدينا 1، وهنا 1 مضروبه فيه، ركز معايا، جاتا تربيع س ناقص جاتا تربيع س برضه. في اي مشكله؟ صعبه؟ طيب اللي هي ايه يا شباب بقى؟ اللي هي 1 في جاتا 2 س. في اي مشكله؟ يعني بتساوي جاتا 2 س. هو انت كنت عايز ايه؟ عايز الكاف. هي الكاف اللي هنا دي مكتوب مكانها كام؟ 2، يعني الكاف بتساوي كام؟ 2. في اي مشكله يا شباب؟ تعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه. سؤال رقم 15. بص بقى السؤال ده مهم جدا. ظ ا زائد ظ ب بتساوي 4 ناقص 4 ظ ا ظ ب. مفيش اي مشكله، ركز معايا. ممكن اعمل ايه هنا؟ خلي بالك انا ممكن اخد الاربعه اعمل مشترك. ماشي، اتفضل. ايه؟ طيب ممكن اقسم على دي على طول. ها، هقسم دي على دي واقسم دي على دي. في اي مشكله؟ المقام كله واحد. يعني اقول ايه بالراحه بقى؟ يعني اقول ظ ا زائد ظ ب على 1 ناقص ظ ا ظ ب بتساوي ايه يا شباب؟ 4. هي دي كانت ايه يا شباب؟ بالراحه، هي فاكر دي كان قلنا ايه؟ ظ ا زائد ب اللي هو زاويتين مجموعين مع بعض. في اي مشكله؟ طيب يعني ظ ا زائد ب بتساوي كام؟ 4. اللي هو ده هو ده. قسمت. في اي مشكله؟ صعبه؟ في اي مشكله؟ صعبه؟ طيب تعالى بينا نخش على السؤال اللي بعده ونسمي الله كده وبالراحه واحده واحده. بيقول لي ايه سؤال رقم 16؟ 1 زائد جاتا 4 ا. ماشي، جاتا 4 ا دي اللي هي ممكن اعملها ازاي؟ 1 زائد جاتا 2 ا. في اي مشكله؟ صعبه؟ طيب جاتا 2 ا، جاتا 2 ا دي، جاتا 2 ا دي كانت بتساوي ايه؟ 1 زائد، هات لي جاتا 2 ا بس. ماشي، 2 اهي لوحدها. جاتا 2 ا اللي هي كانت كام يا شباب؟ 2، ركز بالله عليك، جاتا تربيع ا ناقص 1.
تصدق يا مستر صعبه. طيب هنعملها ازاي؟ ركز معايا. هنشيل الواحد مع الواحد، في اي مشكله؟ هنشيل واحد مع الايه؟ الواحد. هيتفضل عندي كام؟ بالراحه واحده واحده. هيتفضل عندي 2 جتا تربيع الف، وكان في عندي بره كام يا شباب؟ 2. كان في عندي بره ايه؟ 2. يبقى ممكن 2 جتا تربيع الف. 2 جتا تربيع ايه؟ الف. لا اخليها 2 الف. 2 جتا تربيع 2 ايه؟ الف، عشان احط معايا الاثنين. في اي مشكله؟ طيب في اي مشكله؟ يبقى 2 جتا تربيع 2 الف. فين هي؟ 2 جتا تربيع 2 الف. تعال نشوف اللي بعد بيقول لي ايه. السؤال رقم 17 مهم جدا، خلي بالك منه عشان مهم جدا جدا جدا. بالراحه بقى معايا واحده واحده. بيقول لي ظا 2 س بتساوي 4 على 3 حيث س قياس زاويه حاده فان ظا س. ظا ايه؟ س. انا عارف ان ظا 2 س. ظا 2 س. ظا 2 س بالراحه واحده واحده كانت بتساوي ايه معايا؟ عشان الناس تخلي بالها بس. بص معايا يا باشا. ظا 2 س كانت بتساوي 2 ظا س 2 ظا س، ركز، على 1 ناقص ظا تربيع س. على 1 ناقص ظا تربيع س. 2 ظا س على 1 ناقص ظا تربيع س. في اي مشكله؟ طيب ده كلها اصلا 2 س دي كانت بتساوي 4 على 3، يعني دي كده بتساوي 4 على 3. ما احنا ممكن نعمل وسطين في طرفين. في اي مشكله؟ اضرب ده في ده وده في ده. يلا يا باشا. 4 في 1 ب4، و4 في سالب يبقى سالب 4 ظا 2 س. في اي مشكله؟ طيب 3 في 2 ظا س يعني 3 في 2 ظا س يعني ب 6 ظا 2 س. كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. مفيش اي مشكله. ركز معايا بقى. انت عندك دي تربيع ودي تربيع، مفيش اي مشكله. بص معايا، انا ممكن اعملها بكل سهوله. انا كان عندي هنا ظا، لا دي مش تربيع، دي 6 دي مش تربيع. ظبطها يلا. ماشي هخلي دي موجب، يعني 4 ظا تربيع س ناقص 6 ظا س. الاربعه تبقى سالب 4 بيساوي صفر. تمام كده؟ هعمل وسطين في ايه؟ في طرفين. هعمل وسطين في ايه؟ في طرفين. في الاخر هطلع ان ظا س بتساوي نص. اهم حاجه توصل لي لدي كده. بعد ما تعملها طبعا هتحللهم مع بعض عن طريق وسطين في طرفين، قلناها كذا مره. هتطلع ظا س بتساوي كام؟ نص. ظا س بتساوي كام؟ نص. في اي مشكله يا شباب؟ صعبه؟ طيب تعالى بينا نخش على السؤال رقم 18. بيقول لي ايه؟ 8 جا س جتا س جتا 2 س. طيب بالراحه واحده واحده يا مستر. ال8 دي يا شباب اللي هي كام؟ 2 في 4، يعني ممكن اقول 4 في 2. ماشي كده؟ جا س جتا س جتا 2 س. طيب خد لي الاثنين دول مع بعض اللي هي ايه؟ 2 جا س جتا س. الاثنين جا س جتا ايه؟ س. 2 جا س جتا س اللي هي جا 2 س، وهنا كان قدامك 4. في اي مشكله؟ في جتا 2 س. الاربعه دي اللي هي كام في كام يا شباب؟ 2 في 2. خرج 2 بره واتفضل 2. وجا 2 س جتا 2 س اللي هي جا 4 س. اجمع الزوايا مع بعض. في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ انا شايف ان هي مش صعبه خالص، ولكن طبعا لما نيجي نحلها احنا عملنا الاولانيه اللي هي 2 في كام؟ في 2 اللي هي جا 2 س جتا 2 س. دي كلها مع بعض هتدينا ايه يا شباب؟ ها ركز بالله عليك. دي كلها هتدينا ايه؟ جا 4 س، وقبلها 2 طبعا ما انساهاش بره. يبقى 2 جا 4 س. 2 جا 4 س. الاجابه رقم ب. في اي مشكله؟ طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده براحه واحده واحده. سؤال رقم 19. جتا 5 س جتا 3 س زائد جا. اما قلنا جا اللي هي جتا هنا موجب، يبقى اطرح الزاويتين من بعض. 5 س ناقص 3 س، يعني جتا 5 س ناقص 3 س اللي هي 2 س. موجوده؟ موجوده. جتا 2 س. فيها اي مشكله؟ صعبه؟ صعبه يا شباب؟ طيب تعال نشوف السؤال رقم 20. بيقول لي اذا كانت جتا ايه بتساوي 2 على 3 فان جتا 2 ايه؟ يا ابني هي بس شال لك س وحط ايه؟ جتا 2 ايه كانت بتساوي ايه؟ ها ركز ابوس ايدك. 2 جتا تربيع ايه ناقص 1. عوض يلا. 2 في جتا اللي هي ب 2 على 3 كل تربيع ناقص 1 تطلع بكام؟ تعال نجيب الاجابه بتاعتها على طول. تطلع معايا بسالب 1 على 9. تطلع معايا بسالب 1 على 9، يبقى سالب 1 على 9 بسالب 9. تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 21. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان ظا ا بتساوي نص وظا ب بتساوي ثلث فان ظا ا زائد ب. ماشي. ظا ا زائد ب اتكلمنا فيها شويه حلوين برضه، اللي هي ظا ا زائد ظا ب على اضرب الاثنين دول في بعض. ظا ا ظا ب. في اي مشكله؟ هنا موجب يبقى تحت ايه؟ سالب 1. يلا نعوض. يلا بينا نعوض. ا اللي هي بنص زائد ثلث على 1 ناقص ا بالنص في ثلث
تطلع معايا الاجابه بكام يا شباب؟ تعال نشوفها مع بعض. تطلع معايا الاجابه بواحد. في اي مشكله صعبه؟ طيب واحد موجوده طب لو عايز الزاويه بتاعتي اللي هي بكام؟ ب 45. طيب بالراحه ركز معايا في السؤال ده عشان السؤال ده مهم جدا 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 جدا. بيقول لي في المثلث ا ب ج يكون جتا ا جتا ج جتا جتا ج اللي هي الجتا. مفيش اي مشكله. طيب بالراحه السؤال دوت انا كده كده حليته في الحصه، مفيش اي مشكله والناس عرفته بطريقته، بس خلي بالك منه عشان سؤال محترم جدا جدا جدا. السؤال دوت طبعا هسيبه لك عشان السؤال ده مهم جدا، عايز الناس تفكر فيه وعايز اشوف حله في الكومنتات. كده كده البي دي اف هيبقى حله موجود في البي دي اف وبالتفصيل الممل، ولكن عايزك تفكر فيه شويه. انت عارف البي دي اف بنزله بعد الحصه بيومين كده، عايزك تفكر فيه شويه عشان السؤال ده مهم جدا جدا جدا. خلي بالك جتا جتا جا جا اللي هي جتا، مفيش اي مشكله، واطرح الزاويتين من بعض. واطرح الزاويتين من ايه؟ من بعض، عشان هنا الزاويتين مجموعين فانا هطرحهم من بعض، فانا هطرحهم من ايه؟ من بعض. بس خلي بالك في حاجه كده هتفتكرها عشان هتخلي السالب موجب والموجب ايه؟ سالب. في اي مشكله؟ طيب السؤال رقم 22 اهو اللي هيحله صح ليه عندي مفاجاه كبيره. مفاجاه كبيره في الكومنتات. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده، السؤال رقم 23. طيب اذا كان ظ ا ناقص ظ ب بتساوي 1 وظ ا في ظ ب بتساوي 6، عايز ا ماشي ظ ا ناقص ب، هي ظ ا ناقص ب بتساوي ايه؟ ركز معايا اهو، هقول له ظ ا ناقص ظ ب على 1 زائد بقى العكس ظ ا في ظ ب. طبق قانونك ظ ا ناقص ايه ده؟ ظ ا ناقص ظ ب مديالي بكام؟ بواحد. ايه الجمال ده؟ وظ ا في ظ ب 1 زائد 6 هو مديلك جاهز، يعني 1 على 7. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ سؤال سهل جدا جدا جدا. ايه الجمال ده يا عم؟ طيب تعال نبص مع بعض. السؤال اللي بعده ركز معايا بالله عليك، ركز معايا بالله عليك. بيقول لي جتا ص ناقص جتا تربيع ص ناقص جتا تربيع ص، جتا تربيع ص ناقص جتا تربيع ص. ماشي، هنا دي بتساوي ايه؟ جتا تربيع وجتا تربيع، ركز اللي هي جتا تربيع ص. جتا 2 ص قصدي على، ركز معايا بيقول لي 2 جا ص جتا ص اللي هي جا 2 ص. جتا على الجا اللي هي ايه يا شباب؟ زتا 2 ص. جتا على الجا اللي هي ايه؟ زتا 2 ص. سؤال مهم جدا ومحترم، خلي بالك منه برضه. يلا بينا يا حبايبي نخش على السؤال رقم 25 ونشوف بيقول ايه. بيقول اذا كان ا تكمل ب، ا تكمل ب زاويتان متكاملتان يعني مجموعهم 180 درجه. مفيش اي مشكله. جتا جتا جا جا جتا جتا جا جا يعني جتا، تمام كده؟ هنا سالب يبقى موجب يعني ا زائد ب او ب زائد ا. طيب مجموع الزاويتين اصلا بكام بيكملوا بعض؟ ب 180. جتا 180 اللي هي بكام يا شباب؟ بسالب 1. سهل قوي عشان الاثنين بيكملوا بعض. في اي مشكله؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 26 بيقول لي جا جتا جتا جا بتساوي نص، ماشي، من 0 لحد 360 جا جتا وجتا جا. ركز معايا بقى عشان السؤال ده مهم جدا. ماشي يا عم، يبقى جا عندي جا جتا جتا جا يبقى جا الزاويه الاولانيه س، طبعا هنا ناقص 45 بتساوي كام؟ نص. الجا بتيجي موجبه، دي موجبه اهي، الجا موجبه، فربع ليه؟ الربع الاول وربع ليه؟ الربع الثاني. ماشي يا عم انور. الربع الاول جه نص بكام؟ ب 30 درجه، يعني هنا سيتا بكام؟ ب 30 وهنا 180 ناقص 30 عشان في الربع الثاني هيدينا كام يا شباب؟ 150 درجه. مفيش اي مشكله. انت قصدك تقول ايه؟ قصدي هنا اقول س ناقص 45 بتساوي 30 واديت ده بعكس الاشاره يعني س بتساوي 75، وهنا س ناقص 45 بتساوي 150 يعني س بتساوي 195 وادي دي بعكس الاشاره، يعني 75 و195 75 و195. الاجابه رقم ج. الاجابه رقم ايه؟ ج. خلي بالك منها عشان سؤال مهم جدا ومحترم. طيب زيد النبي كمان صلاه وبراحه واحده واحده. سؤال رقم 27 سؤال مهم جدا بيقول لي ايه؟ في الشكل المقابل، السؤال ده مهم جدا، سؤال امتحان. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي ونخش مع بعض على السؤال ده. سؤال رقم 27 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب د مثلث الزاويه قائم الزاويه في ب، فهنا س زائد ص، دي س ودي ص. طيب زيد النبي كمان صلاه. هات لي س كده من المثلث اللي جوه، ايه الاضلاع اللي قدام س؟ ده المقابل وده المجاور، يعني ممكن اقول ظ س بتساوي 1 على الاثنين. طيب هات لي ص في المثلث الكبير المقابل على المجاور برضه، ظ ص بتساوي ايه؟ المقابل 2 على المجاور 1 و5 6 اللي هي ب1 على ال3. انت عايز س زائد ص، ممكن اقول لك ظ س زائد ص بتساوي، ركز، ظ س
زائد ظا ص على 1 ناقص ظا س في ظا ص. يلا يا باشا كده معايا واحدة واحدة. ظا س زائد ظا ص الاتنين مع بعض اللي هي نص زائد تلت على 1 ناقص نص في تلت. في أي مشكلة؟ اعملهم مع بعض هنلاقي حاسبة. يلا وتعال نطلع الناتج بتاعنا. طلع معايا بواحد. طلع معايا بكام؟ بواحد. يعني الزاوية عندي بكام؟ ب 45 درجة. في أي مشكلة يا شباب؟ الزاوية عندي بكام؟ ب 45 درجة. حابين نخش على السؤال رقم 28. بيقول لي مساحة المثلث دي أطوال أضلاعه 6 و8 و10. 6 8 10 يعني ده مثلث قائم الزاوية اللي هو كان 6 8 10. حلو. مثلث القائم الزاوية مساحته بتساوي ايه؟ نص حاصل ضرب ضلعي القايم، يعني نص في 6 في 8 بتساوي على 2 في الواحد على 2 في 3 3 في 8 ب 24. في أي مشكلة؟ طيب طلعت معايا بكام؟ ب 24. سؤال مهم جدا ومحترم وخلي بالك منه. تعال نشوف السؤال اللي بعده بالراحة واحدة واحدة. بنخش على السؤال رقم 29. بيقول لي ايه؟ نص قطر الدائرة التي تمس أضلاع مثلث من الداخل 4 سنتي ومحيط المثلث بيساوي 25 فإنها مساحته. طيب كان عندي قانون بيقول إن النق بتساوي مساحة المثلث على نص المحيط. طيب يعني ايه؟ مساحة المثلث مش موجودة. على نص المحيط يعني نص في 25. كل ده كان بيساوي النق مديالي جاهزة بكام؟ ب4. هعمل وسطين في طرفين. يعني مساحة المثلث بتساوي نص في 25 في 4 كمان. في أي مشكلة؟ على 2 في الواحد على 2 في 2 دي في 25 بكام؟ ب 50 سنتيمتر مربع. مفيش أي مشكلة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال امتحان، سؤال مهم جدا ومحترم ويحترم. خلي بالك منه بالله عليك لو سمحت وبراحة وواحدة واحدة عشان السؤال ده مهم جدا جدا جدا. بيقول لي في الشكل المقابل نق بتساوي ايه؟ نق ماشي بالراحة. هو مديني مثلث ومديني كل أضلاعه. كل ايه؟ أضلاعه. طب ما تجيب لي أول حاجة كده محيط المثلث. محيط المثلث بيساوي ايه؟ 8 زائد 14 زائد 10. في أي مشكلة؟ يعني 24 و8 هيطلع معايا ب 32. بعد كده بجيب ح اللي هو نص المحيط. نص الايه؟ المحيط. يعني نص في 32 هيساوي كام يا شباب؟ 16. كده جبت ح. فاكر المساحة عندي كانت بتساوي ايه؟ المساحة عندي كانت بتساوي ايه؟ بص معايا يا عم. المساحة كانت بتساوي جذر كده جميل أوي. وتحت الجذر ح. ها ح ناقص ضلع. ها ح ناقص ضلع. ها ح ناقص ضلع. مفيش أي مشكلة. يلا يا باشا نطبقه. يعني الجذر ح بكام؟ ب 16. افتح قوس. 16 ناقص أول ضلع بكام؟ ب 8. تاني 16 ناقص تاني ضلع بكام؟ ب 10. التالت 16 ناقص تالت ضلع بكام؟ ب 14. في أي مشكلة؟ طيب طلعت لي المساحة عندك طلعت بتساوي كام؟ ركز معايا. 16 جذر 6. 16 جذر 6. طيب أنت كنت لسه بتقول نق إيه؟ بتساوي مساحة المثلث على نص المحيط. هي مساحة المثلث بكام؟ 16 جذر 6 على نص المحيط بكام؟ ح ب 16. هيطلع معاك بكام؟ بجذر 6. في أي مشكلة؟ هيطلع معاك بكام؟ بجذر 6 لأن ال 16 هتيجي مع ال 16. أقسمت بالله سؤال مهم جدا وسؤال محترم قوي. خلي بالك منه عشان سؤال مهم جدا وسؤال محترم. السؤال رقم 31 بيقول لي ركز معايا كده بالراحة واحدة واحدة. إذا كان جا 32 بتساوي س فإن جا 4 جت 4 جت 8 جت 16. طيب بالراحة. جا جت اجمع جا وجتا. ركز جا وجتا اللي هي ايه بقى؟ ها ركز اللي هي جا 8. مفيش أي مشكلة بس نص جا 8. هيتفضل عندك جتا 8 جتا 16. كمل. جا وجتا اللي هي جا 16 وفي بره كان في نص صح؟ خليها على جنب وخد نص كمان جديد اللي هي نص جا 16. في أي مشكلة في جتا 16؟ كمل. جا وجت عندي نص بره وعندي نص كمان واخد نص جديد مع جا 16 وجا 16 وجا 16 يعني جا 32 بتساوي نص في نص في نص بواحد على 6 وجا 32. في أي مشكلة؟ طيب بالراحة. هي جا 32 بكام؟ بس يعني نص واحد على 6 في س بيساوي. في أي مشكلة؟ يعني س على 6
1 في س بس. فين هي؟ س على 6. مفيش أي مشكلة. صعبة يا شباب؟ يلا بينا نخش على سؤال 32. بيقول لي جا 4 س جت 4 س. يا عم احنا لسه قايلين ها جا جتا يبقى جا 8 س، واحط بره ايه يا شباب؟ نص، يبقى نص جا 8 س موجودة معايا اهي. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه بالراحة واحدة واحدة. سؤال رقم 33 سؤال مهم جدا ومحترم. جا س ناقص 60 زائد جتا س ناقص 30. فك دي لوحدها. جا اللي هي جا جتا جتا جا س، ها ركز، جتا 60. ركز بالله عليك. الجا اللي هي جا جتا جا. في اي مشكله كده؟ يبقى جا س جتا 60 ناقص، ركز معايا، ها جتا س جا 60. في اي مشكله؟ زائد نفس الكلام جتا اللي هي جتا جتا س جتا 30. ركز معايا، دي ناقص تبقى موجب جتا جا قصدي س جا 60. في اي مشكله؟ فكها لي بقى بالراحه واحده واحده. جتا 60 بكام يا شباب؟ بنص. ماشي، ادي نص جا س ناقص جا 60 بجذر 3 على 2 جذر 3 على الاثنين، ها عندي دي كام؟ جتا س زائد جتا س جتا 30. جتا ايه؟ 30 اللي هي مثلا جذر 3 على الاثنين. مفيش مشكله. هنا جتا س زائد جا 60 اللي هي بنص، يبقى نص جا س. طيب بص يا باشا، دي هتطير مع دي، اجمع الاثنين دول مع بعض يبقى بالجمع هتساوي جا س. في اي مشكله؟ نص ونص واحد، نص ونص واحد في جا س بجا س. والله سؤال مهم جدا 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 جدا، وخلي بالك منه بالراحه واحده واحده. في اي مشكله يا شباب؟ خلي بالك منه.